حافظي على صورة جوزك قدام عيالك وقدام اهلك وقدام اصحابك، وخلي سرك في بيتك، ما تقوليش لحد على اسرارك. اي مشكلة تحصل فكها انتي وجوزك. لو وصلت لحد لا قدر الله للانفصال، في ستات كتيرة جدا كرهت العشرة، بمعنى ان جوزها كل بيت في الدنيا، كل بيت فيه مشاكل، وكل راجل فيه مميزات وفيه اخطاء، وده الطبيعي. ولازم لما تتجوزي شخص وتتقبلي باي شخصيته، انا خلاص اتقبلت وابتدي اصلح منه، وده في ايد الست. بس بلوم جدا ان الست تنكر العشرة، بمعنى ان انا جوزي المفروض ده مرايتي، انا لما هوحش جوزي كأنه وحشتي نفسي، يعني ما ينفعش. طب انا عايشة معاه ليه لما هو انسان بشع او انسان وحش؟ لما انت بتقعدي تحكي وتتكلمي عليه اقذر الكلمات، وتقولي عليه ان هو مثلا في حاجات ما ينفعش تتقال، انت كده بتحسني من صورتك؟ لا طبعا. لما تقعدي تخلي الولاد قلبهم يجمد على باباهم، ودايما تفهميهم انت الست اللي بتكافحي، انت الست اللي بتعملي، انت الست اللي كده، لا. والعجيبه بقى ان هي تكون ست ما بتشتغلش، ست قاعده في البيت ما بتعملش حاجه، بتسرق وتقول لك انا اللي عملت. طب انت عمرك في يوم من الايام ما اشتغلتي ولا حاجات زي كده؟ واول ما تحصل مشكله تجيب له بقى ايه، انا اللي وقفت جنبه، وانا اللي ساندته، وانا اللي قعدت معاه بالشهور ما بيصرفش، وانا اللي علمت ولادي، وانا اللي منين؟ طيب بالعقل يعني. طب انت ولادك اللي هم الصغيرين الهبل، اللي هم مش هيبقوا فاهمين، لما هيكبروا وينضجوا العيال يعني بيبقى عندهم ذكاء رهيب جدا، هيعرفوا ان انت ست كنت بتكرهين في باباهم، هيعرفوا ان انت ست كنتي مش صادقه، ان انتي بتكذبي، فهتبقى صورتك في ولادك، يعني في وش ولادك كده، في عينين ولادك هتبقى وحشه جدا. فنصيحه مني، جوزك ده مرايتك، يعني لازم ان احنا نتكلم عليه بالحاجات الكويسه، واقفلي على بابك كده، واسرارك خليها بينك وبين جوزك، فكيها حليها، ما تدخليش حد. انا دايما اقول والله ما تدخلوا حد، ما ينفعش ان احنا نبقى في حاجه بيني وما بين جوزي وادخل اهلي ولا ادخل اي حد خالص، ده كمان كوارث بيدخلوا اصحابهم. فحبيبتي حافظي على بيتك، واي مشكله فكها انت وجوزك، وحاولي تحسني صوره يعني جوزك في عينين ولادك، هيحترموك ويحبوك، يعني قلب ولادك على جوزك والله هيحترموك وهيحبوك، يعني زي ما هيحبوا باباهم هيحترموك ويحبوك. فنصيحه لكل ست، حافظي على بيتك. فنصيحة، حافظي على بيتك وعلى جوزك، وحافظي على صورة جوزك قدام عيالك وقدام اهلك وقدام اصحابك، وخلي سرك في بيتك، ما تقوليش لحد على اسرارك. اي مشكلة تحصل فكها انتي وجوزك. لو وصلت لحد لا قدر الله للانفصال، وانا هتكلم في فيديو، واستنوني الفيديو الجاي، هتتصرفي ازاي وتعملي ازاي، والست اللي هي سوية نفسية والست بنت الاصول والست الذكية تتصرف في الموقف ده ازاي. استنوني الفيديو الجاي.